الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. معايا 2 كيلو ونص لحمه، هنعمل منهم 3 اصناف، لان انا هعمل عليهم دلوقتي برغل وحاجات هنشوف مع بعض. هنعمل منهم برجر، هنعمل منهم كبيبه شامي، هنعمل منهم رول اللحمه محشي بالخضار، هنشوف مع بعض. انا عندي اول حاجه هننقع البرغل. عندي برغل متوسط، يعني هاخد لكل كيلو كوبايه، يعني هعمل 2.5 كوباية، هنقعهم في ميه لمده ساعه ونشوف بعد كده هنعمل ايه. طبعا هفرم بصل وهقطع بقدونس وشبت وكزبره. هنجهز الاشياء دي على ما البرغل بتاعنا يتنقع كويس لمده ساعه. هنشوف. الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. انا معايا بصله وفص ثوم وكوبايه من اللحمه المفرومه. ده العصاج اللي هعمله وهحشي به الكوب. انا طبعا كالعاده عارفين طريقتي، انا بكتفي بالدهون اللي جوه اللحمه. انا هقلبها على نار عاليه كده قبل ما احط لها التوابل ولا اي حاجه، وبعدين اهدى عليها واجيب التوابل مع بعض. العصاج خلاص لونه اتغير. معايا بقى البهارات، رشه بهارات لحمه، معايا ملح، رشه جوز الطيب، رشه حبهان برضه، كلها حاجات صغيره الكاميرا اللي قريبه، ورشه فلفل. انا بحط كل ده على قد الكميه بتاعتي. طبعا بهاراتي بتتناسب مع الحاجه بتاعتي. ومعايا طماطمايه مضروبه. كل ده هقلبه وههدى عليه واغطي عليه لحد ما العصاج بتاعي يستوي كويس، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. من الرحمن. هحط البهارات دلوقتي على اللحمه عشان هسمخها مع البرغل. انا صفيته خلاص، الوقت بتاعه خلص. معايا بهارات كفته او لحمه، معايا ملح، معايا فلفل، دي رشه جوز الطيب، رشه حبهان، بابريكا من تاني، بابريكا، رشه حبهان، رشه جوز الطيب. يعني هنا بقى كميه اكبر علشان طبعا الكميه معايا اللحمه اكبر. دول ال2 كيلو ونص اللي انا مشيلتش منهم غير كوبايه بس اللي عملتها على الصاج. هحط كل الكلام ده معايا كده وهمسجه. لازم اقلبه معاه عشان كل البهارات تاخد الطعم واللحمه والبرغل. يعني انا معايا الكبه اهي، هحط جزء من اللحمه مع جزء مع البرغل عشان يتسمقوا مع بعض لحد ما اخلص الكميه كلها. ومعايا بصل كمان، ومع البصل معايا حوالي 4 بصلات كبار مفرومين. همسك كل ده البصل مع البرغل مع اللحمه، هسمقهم حلو لحد ما يتخلطوا حلو قوي معايا، ونشوف هنعمل ايه. خلاص خلطت في الكبه اللحمه مع البرغل، وعملت حزمه من الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، فرمت نصها وقلبت النص صحيح زي ما احنا شايفين. هعمل ايه بقى؟ معايا بيضتين هحطهم، لسه هعجن طبعا كله في بعضه عشان ايه، هو طبعا مش متقلب كويس. وهحط معلقتين صغيرين كده مليانين بيكربونات، لان انا عندي كميه كبيره. بيكربونات اللي هو بتاع الطعميه، او بيكنج باودر. هعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله هعجن كويس قوي قوي المكونات دي مع بعض عشان نشوف هنعمل ايه. متعودين مع بعض ان حطينا بيض بنحط ليمون، فانا هحط عصير ليمونه لان انا معايا ما شاء الله كميه كبيره. وهقلب كده تبقى العجينه بتاعتي جاهزه للتشكيل بعد ما اقلب عصير الليمونه كل حاجه فيه. وهنشوف هنعمل الاول مع بعض ايه دلوقتي. جبت صينيه فيها معلقتين زيت وحطيت فيها خضار كده، اي خضار عندك، لان انا هعمل كوبيبه هنا في الفرن مش هقليها. وجزء من العجينه بخلطه اللحمه المفرومه بالبرغل بالبصل بالثوم بالخضره اهي بالتوابل. ومعايا ايه العصاج اللي انا عملته، حطيت عليه شويه مكسرات، ده اختيار المكسرات او زبيب، ده اختياري. المهم الاساس عندي العصاج اللي هو اللحمه، عصاج زي بتاع اي حاجه اللي احنا عاملينه سوا. هعمل ايه بقى دلوقتي هنشوف مع بعض. جزء من العجينه اللي عندي دي، عجينه اللحمه، وفردته كده الحجم بتاع الكوبيبه زي ما انت عايز، كبير صغير متوسط، ده شيء بيرجع لحضرتك. هاخد معلقه من العصاج كده على قد ديت. انتوا عارفين بنحكي زي بنحشي كحكايه اي حاجه زي كحك العيد كده، وهقفلها وهعملها وهوريلكم طبعا بايد واحده. يعني دي حشوه عاديه خالص، هكورها اللحمه عليها ونشوف. معايا واحده هي
انا هخلص كل الكميه بتاعتي بالمنظر ده لحد ما العصاج اللي معايا يخلص، وبعد كده هنشوف الصنف التاني اللي هنعمله. هخلص كل الكميه بالطريقه دي، اعملها وحدات كور كور وهرصها كده في الصينيه ونشوف مع بعض. خلاص خلصت كل الكميه بتاعتي بتاعت الكوبيبه، هدخلها دلوقتي الفرن ونشوف النتيجه سوا. دلوقتي هنعمل معايا جزء من العجينه اهو. هعمل رول بالخضار، معايا بسله وجزر. جبت ورقه فويل دهنتها زيت وحطيت عليها ورقه زبده، وبدهنها برضو زيت اهوت بالفرشه علشان العجينه تمشي معايا، والطبقه الاولانيه عشان تلزق في بعض. انا عامله الفويل طبقتين عشان تقدر تمسك معايا. دلوقتي انا هجيب جزء من العجينه اللي عندي ده كده، او هجيب كمان حته عليها وهفردها زي مستطيل. هفردها بايدي بالفراده. المهم هنا هعمل مستطيل الاول ونشوف مع بعض. المستطيل هعمل بقى ايه دلوقتي؟ هرش عليه من الخضار اللي عندي اللي هو الجبنه والجزر. انا هعمل واحد كده مفرود وواحد بالحشوه في الطرف وهلفها. هعمله كله وهحط عليه جبنه موزاريلا وجبنه رومي. ليه؟ عشان الرومي تدي طعم، لان ده ما فيهوش ملح الخضار ولا حاجه، فبالتالي هحط الجبنه الرومي عشان تدي ملح وتدي طعم. انا هخلص كله ونشوفه سوا، اشوف وبعدين هنلفه سوا. فين المنظر وجماله؟ هنلف بقى. طبعا انا مش هعرف الف كده، هناخد الورقتين مع بعض كده من الطرف وهلف كده كده كده، وهحاول الفه كله. يعني انا طبعا مانيش متمكنه بايد واحده، انا هلف جزء واوريكم المنظر ده، وهكمل لفه للاخر واظبطه وشوف. عملت الرول التاني، بس هنا انا هحط الحشوه في الطرف. حطيت الخضار معايا البسله والجزر على المستطيل. هحط دلوقتي الجبنه الرومي والجبنه الموزاريلا برضو بنفس الطريقه فوقه كده على طول علشان يطعموا. هخلص ونشوف الرول بتاعي اهو، هلفه بنفس الطريقه ونشوف مع بعض. شايفين لفيت الرول؟ هقفله من الجنبين كده بايديا عشان الحشوه ما توقعش. كل مره بعمل كده، ومن هنا برضه هقفله بالجنب كده واتبت عليه كده كويس عشان لو في حته مهويه بايدي، وبعدين اقوم لفاه كويس وهحطه في صينيه زي دي كده فيها خضار، ونحط معاه كاسه ميه او كوبايه ميه علشان ده بيستوي على البخار عشان يستوي كويس. وهقلبه من آن لآخر، يعني ايديا كده بتتك عشان لو في فراغات اعملها. انا هلف الوقت ونشوف بقى النتيجه بعد. يعني كل ده هلف واحط على الخضار وميه، شويه ميه كده عشان البخار اللي هيسويه كويس، ونشوف مع بعض. عندي هعمله برجر. طيب انا معايا ما عنديش فورمه برجر، انا هعمل ايه؟ عندي غطا برطمان بالمنظر ده غسلته، ومعايا كيس هحطه كده على الغطا بالمنظر ده. هسويه كده لحظه واحده. هحط الغطا كده بالكيس وهاخد قطعه من اللحمه اللي معايا واملاها في الغطا واحاول اسويه. لو طلعت كبيره بشيل الزياده، لو طلعت صغيره بحط حته. دي طلعت كبيره شويه على الغطا اشيل منها حته عشان انا عايزاها تبقى سمكها معقول. ولو عايزه غطا اكبر هاتي غطا اكبر، لو عايزه غطا اصغر هاتي غطا اصغر. لو عندك الفرمه بيبقى احسن. انا خلاص هسويها كده واقوم خلعاها بالكيس علشان تبقى سهل انها تخرج معايا. شايفين؟ انا هحاول اسوي الطروف دي بس كده بايدي وهتبقى فورمه جميله. هسوي بس الحاجات اللي طالعه من الغطا دي، شايفين جميله ازاي ومطبوعه. وهخلص الكميه بتاعتي بالمنظر ده، بس هساوي الحاجات اللي طالعه دي لان طبعا انا بشتغل بايد واحده. وهرصها الحاجه اللي بتتحط زي ما انا عامله كده. انا عامله ده ليه؟ البطانه ده عشان ما تلسعش من تحت طالما هسوي الفرن. وممكن كمان احط نص كوبايه ميه عشان البخار يساعد على السوا بسرعه، لان انا ما بحطش اي ماده دهنيه زي ما انتم ملاحظين.
البخار هيساعد على السوا، وفي نفس الوقت هو بعيد عنها خالص، مش هتشرب منه ولا حاجه. والفرشه دي عشان دي متلسعش من تحت. هنكمل ونشوف مع بعض. ان شاء الله خلصنا الكميه بتاعتنا، شايفين اهي. هدخلها الفرن. انا ما بضيفش الميه على طول، لما احس ان هي يعني استوت شويه من تحت عشان ما تفكش معايا، بقوم حاطه حوالي نص كوبايه ميه، بس مش في الاول على طول. لما احس ان ممكن البصل او الحاجات دي تحترق مني، فانا بحط بعد شويه على ما الحاجه تسخن كده كويس، اقوم حاطه شويه ميه. البخار بيساعد معايا على السوا. ما شاء الله شايفين اول منتج معايا، ما شاء الله لسه خارج اهو. حاجه جميله الحبوب بتاعتي. هنشوف مع بعض، هنفتح سوا، بس اما اخد لها صوره الاول. ما شاء الله شايفين، افتح لكم بقى. الله الله على الجمال، شايفين من جوه عامله ازاي؟ شايفين الجمال؟ مستويه وجميله، والحشوه بتاعتها جميله، والطعم جنان. ما شاء الله. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. منتج واحد عملناه، خلطه واحده عملناها نعمل منها 3 منتجات. ادي الكبابه والرول في الفرن هو والبرجر. ان شاء الله شايفين البرجر استوى هو في الفرن، ولا قلينا ولا استخدمنا زيوت ولا حطيت اي زيوت خالص، غير معلقه عشان الخضار بس ما يلزقش. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. شايفين معنا ادا الرول وده الكبيبه وده البرجر. جربوا وبألف هنا وشفا. طريقه جميله جدا. من مكون واحد عملنا 3 منتجات.